يا لقيت اسم النبي حارسها وساينها بنتك معديه، قلت دي بنت عنايات مرات ابو يوسف شبه الخلق النقد والله. ايوه يا خيتي البنت طالعه حلوه زي اماليه ست البنات، ربنا يحرسها لك يا رب. وانتوا بدكم توصلوا عمركم والناس كلها بتحكم تضحك على ادبكم وكلامكم والله. وانت من دون كل النسوان قلبي مفتوح لك كده كانك اختي والله. انتم الاحسن يا ام علي، واحنا كمان نسمع عنكم كل خير. واسمع عن ولدك علي بيجي مدرس كان جدني وشغال في الدروس الخصوصيه زي المنشار. يا اخت الله اكبر، مش بيجهز نفسه عشان بنت الحلال اللي تستاهلوا. نمسك الخشب يا ام علي لنا مليانه يا خيتي، ربنا يفرحك بيه يا رب. طيب يا اختي من غير لا لف ولا دوران، انا جاي وقصد خير وعايز اخطب بنتك اي لولد علي. قلت يا الف نهار ابيض، واحنا نلاقوا فيها زي علي وادب علي. علي هو صحيح الواد السقينه تقولي جاي من الصومال، بس الراجل ما يعرفوش الشارع، احنا ما نشتغلهاش برضه. طيب يا اختي بس علشان نكون على نور وما نختلفش مع بعض. ربنا ما يجيب خلاف يا خيتي، كيف من بكم ما انتوا بتفهمي يا خيتي؟ مثل على وقت المثل خيار بقاش وبقاش يا خيار. نتفق بقى على التفاصيل ولا علينا ولا عليكم علشان نكون على نور وحبايب. دايما يا اختي حبايب، وانا بنتي جالها عرسان الدنيا وانا قلت بنتي ومربيها على الغالي، ودايما كنت شايلها لولدك عليه وانا مش عارفه او النبي هيك. وماله يا اختي زلنا شرف طلباتك. بصي يا خيتي بنت خالتي اتجوزت الاسبوع اللي فات لواحد ما شاء الله دكتور. كدابة والله، ده تمرجم ما يدي حقن بجنب البيت عندنا. جابها 250,000 جنيه شكلي كان حرام يا وفرشت لها شقة ملوك وعربية كان سوقته. والله شنط الهدوم اللي جابها لي ما تتعدش يا خيتي. شنط انا عديتها يا اختي كانت شنطة واحدة. والله الفرح عملوا لها قاع هي اسمها هي جراج. ايوه ميراج. تعملوه فوق في السطح جنب عشة الفراق. ولا النجف والتحف ولا الستاير بالرمض كالثروات ولا السجاجيد غش طالع غش نازل. كانوا بيناموا على خروف. خلي حالك يا ميسة، هي مش الستاير والسجاجيد يا خيتي على العروسة ولا انا حوليها ولا يكونش ده سلو بلد العريس. لا يا حتي دي كانت موضة قديمة، درجة العريس عليه كل حاجة، واحنا اذا كان عليني هنملى لكم نيش تفرج عليه البلد كله وانتم مطمنين. نيش سلامات يا نيش، يعني من يشبك ويجهز ويتكلف وانتوا تجيبوا شوية جزاز يا فرحتنا. امال لما مش مستعدين للجواز جايين تخطبوا بنتي ليا ولا هي بنات الناس لعبي، وانا بنتي قاعده جنبي معدة الكرم لغايه ما يجيلها اللي يصونها ويدلعها ويقول لها يا ستي فين كنتي؟ خليها لك اختي. امشي يا مره من هنا ما تجيش عندنا تاني. اقول لك خليها وحطها في برطمان نظوف. امشي يا مره روحي. اقول لك كتر الملح عشان ما تعفنش وريحتها تفيق. قولي يا مره امشي. انت تبارك من ساعة ما جالها ود ام علي ومحدش عبرها. انا السبب، انا اللي عملت فيها كده. يا ريت كنت جوزتها له. ده حتى سيدنا النبي قال من ترضونه دينا والعادات قالت من ترضونه مالا. يقطع العادات اللي زي دي. انا هسمع كلامك وجوزها لابوكين واخلاق يحمي وكلمه اقولها للناس. جوز بنتك للي يصونها ولا عمره معاك